هل تقف الجزيرة على الحياد تجاه القضايا التي تطرحها؟ أم أن بعض العاملين فيها لديهم أجندة مخفية مغرضة؟ هل من حق الجزيرة وبرامجها أن تعبث بالشؤون الداخلية للدول العربية وتنشر غسيلها الوسخ على الملأ؟ قناة الجزيرة القطرية تنهي تعاقدها مع المذيع المغربي عبد الصمد ناصر بعد تغريدة له عبر حسابه الشخصي على تويتر دافع من خلالها على شرف المغربيات الذي طالته إحدى الأبواق الإعلامية للنظام العسكري الجزائري، حيث بثت قناة جزائرية رسمية تقريرا اتهمت فيه الدولة المغربية بالاتجار بعرض وشرف نساء المغرب. لقد حان وقت الحساب بالنسبة للمخزن الذي جعل من المغرب مملكة للشر والفساد والرذيلة، دولة مخدرات لا تتوانى عن عرض أبنائها وبناتها في سوق السياحة الجنسية. كاين مؤشرات على تصاعد العداء للمملكة المغربية وفي مجالات كثيرة سياسية واقتصادية وحتى إعلامية. أولا، في الوقت للجزيرة كتبجح بكونها كتدافع على الديمقراطية في الدول العربية تبين على أنها غير قادرة على ضمان حرية التعبير على تويتر. وفي نفس الوقت كثير تساؤلات حول نزاهة القناة وانحياز ديالها المشبوه لصالح الجزائر على حساب المغرب، وكتعري على حقيقة تمكن اللوبي الجزائري داخل قناة الجزيرة واختراقه لقرارات الإدارة المسيرة لها وجعلها أدوات وآليات للمخابرات الجزائرية. سمعنا الرأي المعارض في قطر السيد الوزير، لم تنقب الجزيرة ولو مرة واحدة في تاريخ الأشخاص الذين تورطوا في الانقلاب المضاد اللي عرفته قطر في السنوات الأولى تغيير الحاكم السيد الوزير. ما عمرنا سمعنا شاهد على العصر السيد الوزير في أحداث قطر. ثانيا، كيف تسمح القناة لصحفيين جزائريين معادين للمغرب كبن قنا والدراجي لكي يهاجموا السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية في جل منشوراتهم على حساباتهم الشخصية؟ ثالثا، علاش الجزيرة لم تكتفي بعقوبات تأديبية كالإنذار والتوبيخ أو حتى التوقيف المؤقت ما دام ناصر ما التزمش بضوابط الخط التحريري للقناة، مثل ما عملت مثلا مع صحفيين في سنة 2019 على خلفية إنتاج مقطع مصور عن محاقة اليهود قالت إنه خالف المعايير والضوابط التحريرية لشبكة الجزيرة الإعلامية. أعتقد أنه كل صحفي مغربي، كل مثقف مغربي، كل في مجال تخصصه يجب أن يتصدى الآن وليس غدا. الآن هناك حملة شرسة على المغرب في مواقع التواصل الاجتماعي على الصعيد الإعلامي، على الصعيد الدبلوماسي، هناك حملة شرسة على المغرب وحرب حقيقية على الصعيد حتى واجب علينا، هذا فرض عين أعتبره على كل من يحمل قلم، كل في مجاله وتخصصه. هناك يبان أن قرار الجزيرة كان عنده طابع سياسي، وكان استهداف واضح وإعلان حرب على المكون الصحفي المغربي اللي كان بالمرصاد ضد أعداء المملكة إعلاميا. رابعا، بعض المنابر الإعلامية كعصام نيوز مثلا سربت واحد الخبر نقلاته بعض الصفحات ماشي بعيد أنه يكون صحيح مفاد ديالو. عقود العمل في قناة الجزيرة تجبر موظفيها على تسخير منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر لخدمة أهداف القناة، وهذا ما يؤكد أن ما يقوم به حفيظ دراجي وخديجة بن قنا وغيرهم هو بتوجيه من القناة القطرية. صمت وسكوت ناصر عن شرح الأسباب الحقيقية للأزمة هو وجود شرط جزائي في العقد يمنع أي صحفي متعاقد مع الجزيرة من إفشاء أي معلومات تخص القناة باعتبارها تدخل في خانة السر المهني. سقط قناع الجزيرة على قناع الجزائر،
فكان طرد ناصر. سلام عليكم. وبخصوص الجزائر المغرب والجزائر بخصوص العلاقة بين المغرب والجزائر قال بنكيران أن هنالك صعوبات في العلاقات بين البلدين، لكن هذا لا يغير حقيقة الأخوة بين البلدين. تابعوني أنا عبد الصمد ناصر على شاشة الجزيرة.